السلام عليكم حبايب. شلونكم؟ إن شاء الله زينين. شلونكم بعد؟ هلا وكل الهلا بكل متابعيني حبايب. اليوم حبيت أسوي وياكم فيديو مسائي. حبيت أسوي المكدوس السوري، بس مو مكدوس مثل هذا الباذنجان اللي تحشينه، لا مكدوس سريع، يعني تسوينه اليوم ثاني يوم تاكلينه. وين فتحت الثلاجة لقيت هواي عندنا باذنجان، قلت خلنا استغل اسوي شو كلش طيب ويحبونه. وعندي هم فلفل حار وجوز عين الجمل، وعندي زيت الزيتون وليمون، يعني ما شاء الله كلها شغلات موجودة عندي. قلت خلنا اسويه، سويته. وحبيت تشاركوني بهذا اليوم حبايب العصرية. وسويت هم كباب عروق، بس هم انتظركم بالفيديو تباعون واسولف لكم سالفة. حبايب وحدة دخلت لي من البنات تقول زوجي كلش منتكل علي، يعني بأي شي منتكل. حبايب ترى أول شي احنا عندنا مسيرة، سواء انتي أو أنا أو كل أم. انتي عندك مسيرة، انتي تردين توصلين أولادك، نريد نقول تردين ما تسوين مشاكل، تردين الأمور تمشي عدل، تردين ترتبين بيتك. هذا شي انتي تحبينه، فهي رسالة. فهي حبايب مو مغالب. اكو بيها ناس حسبالهم الدنيا مغالب، يعني من تسوين شي انتي شو تقولين؟ تقولين انا عاجبني هذا الشي، مثلا اريد اغير شي بالبيت، اريد اشتري فشي، اريد اجيب شي لاولادي، اريد اخلي اولادي مدرس من هالقبيل، يعني اريد اصرف، اريد يعني اجيب لي هذا الشي حتى لو هو ما يجيبه. مو بس الرجل، اكو هواي ناس انتي من تسوين شي حسبالهم الدنيا مغالب. لا، هي مو مغالب، هو موقف وقعدة وسالفة، وعمر تحسينه يخلص، يكون يخلص مثل ما تقولين بثمرة، مو يخلص هيجي هذا يباوع لهذا وهذا عينه على هذا وهذا نيته مو صافية. أهم شي بالدنيا واحد يصفي نيته، يصفي النية ويا كل الناس، ويا الجار ويا الأخو ويا الصديق ويا المعارف، وحتى بالدوام وين ما ترحين، بكل مكان وين ما ترحين صافية النية. والرجل ترى حبايب يعني اكو بيهم زلم عالمهم غريب. اول شي يضم عن المرأة، ثاني شي ما يسولف لها كل شي، ثالث شي اكو بيهم يعتبرونها بس آلة بالبيت. لا، ليش؟ المرأة نص المجتمع. ليش أشاركها بالموضوع وأطرح وياها فد شغلة، أطرح وياها مشاريع، أسولف لها كل شي. هاي وحدة. وأكو نوع من الزلم، مو كلها، أكو نوع يعني من الرجال تحسين أي شي ما يحكي. حبايب وأنا جاي تركت لكم تشوفون الفيديو وأنا أسولف وياكم، يعني هي كلها شغلات تعرفونها وانتم كلكم أصحاب ذوق، فالحلوة السوالف واحد يسولف ويشترك بالآراء. فأكو نوع من الرجال يسولفون كل شي لبعض الأصدقاء وبعض المعارف وبعض وين يلتقون، كل شي يسولفونه. من تجي يم المرأة قالوا ما نسولف، اعملوا على حواجكم بالكتمان، يعني بس من توصل يم المرأة هو شوفينه يجر نفسه ما يسولف. ليش؟ المرأة هي أحسن شي تخاف عليك، وتخاف على بيتك، وتخاف على مالك، وتخاف على مكانك لا يروح. فلا تروح بذاك الفكر. ترى المرأة كلش تحب بيتها، وتحب أسرتها، وتحب تحل ببيتها، وتحب تدبر. وإحنا ما شاء الله المرأة تحسينها ترتب منا ومنا 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 في سبيل بيتها. ليش؟ لأن إحنا نحب البيت، نحب نعدل، ونحب نطلع الأولاد بصورة ناجحة قدام المجتمع، ونحب نطلع الأولاد بأخلاق حلوة. وتشوفين دائما إحنا حتى ملاحظة أكو ناس حتى قلة الطلعة. ليش؟ خاصة إذا عندهم امتحانات أولادنا، إذا أولادنا تشوفينهم مثل تقولين مثل الأولاد يضوجون هالأيام، يردون ينعزلون ببعضهم يقعدون، فأنت في سبيلهم أنت ما تطلعين. فلازم هاي هم يحطها بالحسبان. الرجال هم يقدر المرأة. وترى المرأة حبايب
هم تريد لها حكاية حلوة، تريد لها فد مثل ما تقولين يقولون عاشتي يدك زين سويتي، لأن الكلمة الطيبة هم صدقة. كأنما ما يشوف من صوب المرأة، كأنما ما يشوف. حبايب مثل ما وعدتكم سويت كباب الخضروات، بهارات كاري جدر وسبع بهار ودارسين وزنجبيل وفلفل أسود، بس لقيت عندي شحم وخليت لي، بس والله العظيم يخبل قليته وسويت اللبلبي مال الحصة. اتعجبت شلون ذاب ذوب. شلون سويته؟ أنا حبايب اللبلبي أنقعه بسودة، أنقعه تقريبا نص نهار. من أريد أطبخه شو أسوي؟ أخليه بمصفي، يعني يطيح الماي مالته والنوب أشطفه. ملاحظة إذا تطبخينه بالسودة يصير بشوية مرورة، بس جربوا هاي الفقرة وشوفوا جماله، والله يعجبك. شوفوا جمال العروق بعد الشكل هم يحكم. حبايب الرجال من يدخل، هو لو يعني اكو ناس يصير تعاون بين المرأة والرجال، يكون تعاوني ويا كل شيء، ويا الأصدقاء ويا المعارف ويا الموظفين اللي تروح وياهم ويا أسرة المدرسة، كلها تعتبرينها أسرة. وين ما ترحين، حتى لو ترحين للزيارة، من تتعاملين وياهم بحسن نية أنت ترتاحين. ليش؟ لأن أرجع وأقول الدنيا مو مغالب. لا، كون أنا اليوم إذا شفت شيء غريب بالبيت، الرجل يكون إذا شاف شيء غريب بالبيت ومن يدخل يقولها عاشتي يديك زين سويتي ما شاء الله أنتي سباعية. هي هاي الكلام شوي اللي يريح المرأة. هو طالع بالبيت لا يدري بالجهال منو يدرسهم، ولا يدري بالبيت من يدوره، ولا يدري شنو تاكلين، يدري. تدرين أنت أزيد أفراد الأسرة يعني يعتمدون على الأم، ما يقولون للأبو. ليش؟ كلش ما يقولون للأبو. وأكو بيها بعض الأسر الله يخلي الأمهات والميتات الله يرحمهم، والله يعوض كل من رايحة أمه بحق محمد وآل محمد. وهاي بنوتي حبيبتي حبت تسوي هذا العصير مال فيمتو وليمون وسفن ونعناع، وسهمكم العافية. فحبايب الأم كل شي بالبيت، يعني تحسين الأولاد ما يقولون للأب، كله يقولون للأم. فخلي الأم إلها مكانة بالبيت، خلي الأم إلها كلمتها، خلي الأم نص المجتمع. فلا تحاول تزغر من الأم، لا تحاول يا رجال تزغر من الأم، ودائما امدح بيها يا أخي، امدح بيها، لأن هي كاظة بيتك وأولادك وتشوف البيت ما ناقصه شيء. فأنت من تطلع، مو إذا طلعت شوفوا اللبلبي، مو إذا طلعت وصابك مشاكل بالعمل بالدرب بشي تجد بحرقتها بيها عفو، هي مو ناقصة، كافي عليها البيت. والله البيت ما ينحمل، بس المرأة تحمله.